طبعا اللي هي عملته ده ما يرضيش حد، احنا اكيد. موافقين. بس في ناس بجد مظلومة محدش حاسس بيهم. طب هي ليها بيت اهل ممكن تروح عليه، طب لو واحدة ملهاش ام ملهاش اب وبيفتروا عليها وظالمينها ومخلينها ميتة، مش جسد بلا روح زي ما بيقولوا، لا حول وهي ولا راضية قوة الا بالله. بكل ظروفه وكل عيوبه. بقالها 8 سنين متجوزة، ما بتخلفش عشان العيب منه. بيجوا عليها وبيظلموها وبيقهروها، وفي الآخر بيجي يعني يقول لها يعني العيب منه وهم اللي منه هو. بيقهروها هي. اه والله. وبيجوا عليها جامد جدا، وفي الاخر هي شقيانه وتعبانه معاه وايدها بايده وبتصرف وطفحانه الدم معاه، وبيجي يقول لها امي واخواتي. هو انت عايزاني اطلقك عشان تروحي تقولي للناس ان انا اللي ما بخلفش؟ لو عندك حد يجي يوريني نفسه. بتضرب، بتهان، بتذل، مش قادرة أعمل حاجة، مش بإيدي أعمل حاجة. لا حول ولا قوة. انت انت ما تاخدوش. مقهورة. انت مقهورة. انت أنا بتعيطي. بموت، أنا بجد بموت. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا ماليش حد أشتكي له غير ربنا. أنا بدعي ربنا وبصلي، بقول يا رب ياخدني، نفسي أموت. ليه يا حبيبتي؟ ليه ما بتطلقيش يا حبيبتي؟ ليه لا ما بتطلقيش؟ مش عارفة، مش مش عارفة عارفة. وماليش حد، مش عارفة وماليش حد. نفسي بجد، بس مش عارفة، والله العظيم ما عارفة. يعني انت عندك استعداد انك مش عايزة تكملي؟ أنا مش عايزة من زمان، أنا بجد بموت والله. بقالك 8 سنين خدت حقك كأم مهدور ومش والله متاخد، العظيم وكمان جايين محرومة. عليكي. والله العظيم، لدرجة من كتر ما بيغيروا مني مراتات اخواتي، واحدة منهم خلت راجل يكلمني بالليل. قعدت لما قعد يكلمني قعدت حاسبين عليه واشتمه. راح متصل بيا في يوم لوحده قال لي بالله عليكي ما تدعي عليا، انا امي ما بين الحياة والموت، اللي قالت لي اعمل فيكي كده سلفتك فلانة الفلانية. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كمان والله عايزين العظيم، يشوهوا سمعتك. والله العظيم اقسم بالله ده حصل. لا حول وكانوا ولا قوة الا بيسخنوا بالله. عليا، كان بيضربني ضرب غير طبيعي، انا جسمي متشوه من كتر الضرب. بس انت انسانة غريبة قوي. ايه قوة الاحتمال دي؟ ايه انا قوة مش الاحتمال قادرة، دي؟ انا مش قادرة. لو وليا عم وليا عمة لما بتيجي تكلميهم ما بيردوش عليكي عشان خايفين لا تتطلقي وتروحي لهم. انا مش طالبة حاجة غير بس يبعدوني يا عنه. ساتر يا رب. يعني حتى انا حتى قرايبك والله بعدين رغم كل العظيم، العذاب ده عشان ما تروح لهمش. والله العظيم اقسم بالله وحياة ربنا ما حد بيسأل في حد وما حد بيحس بحد. فممكن تكون البني ادمة دي وصلت للطاقة دي من الظلم. والله ما فيش واحدة تعمل كده لمنها لنفسها، لازم تكون فعلا اتظلمت قوي. انا واحدة اتقهرت بجد، انا كانوا بيضايقوني بعيالهم ورغم ان عارفين العيب من اخوهم مش مني انا، بس انا اللي وعمرك كنت يعني كان رد فعلك ايه على القسوة دي كلها؟ بصبر وبقول يا رب، بقول يا رب. ما فيش عنده فهم، لما بتيجي تفهميه ما بيفهمش بالكلام. اهم حاجه عندهم وانت عايزاني اخسر امي، امي اهم حاجه عندي مش اهم حاجه اي حد تاني. امك ماشي، امك انت وامك لوحدكم، انا ليا علاقه تانية، انا ليا عيشه تانية. يعني انا دلوقتي صابره ومتحمله وراضيه بقضاء ربنا. قلت لو ربنا اراد ان انا ما اخلفش خلاص انا راضيه، بس اعيش عيشه اكون مرتاحه نفسيا، ما طبعا اكونش قلبي واجعني. انا طبعا، بقف لان قدام انت مش المرايه مضحية بشيء بسيط، ده انت مضحية بأمومتك. ومش مضحيه بمزاجي، انا مجبوره.
والله العظيم مش بمزاجي، بس مجبورة على قصدي لو الوضع. كان حنين واهله حنينين اكيد كنت ساعتها ممكن تقولي مش مهم كفايه هو عليا. وعملت كل حاجة كويسة اقسم بالله معاهم، كل حاجة كويسة، ما بيتمرش في حد حاجة، واول ما بيجوا عليكي انتي. وبعد كان ما عرفتي ان سلفتك اللي كانت مسلطه راجل غريب يكلمك ما عملتي رضيتش ايه؟ اعمل حاجة، لان كان هيقولوا ان انا جاية اخرب ما بين الاخوات، وان انا جاية اوعى، لان هم عددهم كبير، اخوات كتير. كان هيقولوا انت اللي عامله كده، ما كانش هتتصدقي انت لوحدك، رغم ان سمع المكالمه وكانت متسجله، ما عملش حاجه. وقلت له مش هعمل، لان انا عارفه الوضع اللي انا هبقى فيه، ان انا اللي اصبح انا اللي ظالمه وانا اللي كدابه وانا اللي عامله الحوارات دي وحتى عشان هو اوقع عادي ما حدكيش حقك، ما كانش عنده النخوه والرجوله اللي يبقى مستغرب ان ازاي عايزين يشوهوا سمعتك. بيجي من شغله مثلا المفروض يروح بيته، لا ممكن امه تكلمه او اي حد من اخواتي يروح لهم، ما بشوفوش الا يعني ممكن كل 24 ساعة، اللي هو لما اجي اصحيه الصبح يروح شغله يفطر بس. يعني ما انت مش عايشه معاهم في بيت عيله؟ هو بيت عيلة بس، يعني نص العيلة فيه ونص تاني في بيت تاني. في بيت تاني. طب انت عندك استعداد تتطلقي؟ مشكلتك ان حد انت بتقولي انا بشتغل وبصرف معاه في البيت. والله مش ساعات، انا من يوم ما اتجوزت وانا كده، من يوم ما اتجوزت وانا كده. وبتصرفي مرتبك عليه؟ بصرف يعني عايشه اللي هو انت اكنك بتصرفي على نفسك. يعني لو شلناه من الحسبه هترتاحي وهتقدري تبقي احسن وهتتصالحي مع نفسك وهتبداي تاخدي ثقه في نفسك بدل ما انت مقهوره وهتموتي كده. انا بموت بجد، مش هموت، انا بموت بجد. وبيبقى شايفني بطير وبموت، يقعد يقول لي انت سودا من جواك، انت عايزاني اقطع امي. صله الرحم، صله الرحم ايه اللي قالت لك تعمل كده؟ انهي صله رحم او انهي شرع وانهي دين يقول لك ان انت تعمل في بني ادم كده؟ انا كنت ساعات بقول له ارحمني لوجه الله، سيبني، انا مش عايزاك، سيبني، انا عايشه معاك ولا حاسه بيك ولا عايزاك. انا لدرجه العلاقه كنت بتقرب بيها، اقول له عندي ظروف، اقول له تعبانه باخد علاج عشان ما يجيش جنبي. لا حول ولا قوه الا بالله. من كتر ما انا مش عمرك ما فاض بيكي اتعصبتي اتنرفزتي عليهم شتمتيهم يعني؟ لا هم لا بتكتمي غيظك بس. لان انا عمري ما وصلت لمرحله ان انا اقف، بس هو بقيت ان انا ما بقتش قادره. بس مهما هتعملي انت اكنك ما بينك وما بين حيطه. طيب ممكن تسمحي لي اساعدك انا؟ يا ريت. طيب لو انت عايزه تتطلقي وده قرارك النهائي انا معاكي وليكي حياتك. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 32. طيب انت صغيره قوي قوي. ممكن تسمحي لي اكون اختك واكون اي حد في عيلتك اللي مش موجود، وحسبي الله ونعم الوكيل في اهلك، عمك وعمتك دول. انا ما بتكلمش مع حد، لدرجه انا ساعات بقعد اكلم نفسي من كتر ما انا ما فيش حد بيكلمني، ماليش حد. هم اصحابي بس اللي قريبين مني، لكن لما بقعد ما بيكلمنيش، حتى ما بيسالش عليا غير لما بيكون لي مصلحه عايز مني حاجه، غير كده لا. بقعد اتكلم مع نفسي، بقول بقى ساعات بخاف بقي ان انا اتشل من كتر ما انا مش بتكلم. يا حبيبتي سلامتك الف سلامه، ربنا ينصرك وينجيكي ويفرح قلبك ويعوضك خير على اللي انت شفتيه. اسمحي لي يعني اكون سبب، وكلنا اسباب، ولعل وعسى يكون اللي بيحصل والاحداث اللي مرت والمشهد اللي شفناه في الفيديو يجعلك هو السبب انك تتكلمي وتحكي وتفضفضي. انت مظلومه وقع عليكي ظلم كبير قوي قوي قوي. اسمحي لي يجعلني ربنا سبب. هناخد رقمك في الكنترول حالا، عشان لو عايزه تمشي في قضيه طلاق، عايزه تبقي عايشه حياه طبيعيه، انت ست مجتهده وبتشتغلي، عايزه نوفرلك اي حاجه ونساعدك باي شيء،
انا معاكي، انا معاكي، والناس للناس والناس لبعضيها. سيبك من عمك الجاحد اللي رافض يرفع التليفون عليكي او يرد عشان خايف تجيله. حسبي الله ونعم الوكيل في العم اللي يبقى كده وكل امثاله، والعمه اللي تبقى كده وكل امثالها، يبقوا عارفين انك مقهوره ومذلوله وخايفين يردوا، تروحي تعيشي عندهم وانت بطولك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كتير بيبقى الغريب أحن من القريب. ربنا يقدرنا يا رب ونقدر نساعدك ونرفع عنك الظلم، وانت غلطانة، غلطانة لما تعيشي 8 سنين بالطريقة دي، غلطانة لما ترضي حتى لو ملكيش حد فانت ليكي ربنا. ست بتشتغلي وقادرة تجيبي الجنيه، عايشة ليه معاه؟ عايشة ليه معاه؟ وجعتي قلبي يا بنتي. ربنا يا رب يا رب يفك كربك ويفرح قلبك يا رب.